خلي بالك من الغلطة دي وأنت بتتكلم إنجليزي. الفرق بين الماضي البسيط I went والمضارع التام I have gone. وأيوة آسف الإنجليزي فيه أزمنة كتير، الموضوع جنان مش كده؟ بس مش أنا اللي حطيت القواعد فما تزعلش مني. أول حاجة تعالوا نتكلم عن الماضي البسيط I went, she ate, we studied. تمام كده؟ احنا بنستعمل الماضي البسيط لما نحكي عن حاجة حصلت في وقت معين في الماضي، ودي أهم نقطة، يكون في وقت محدد. زي مثلا I went to Turkey last summer. We bought a new car in 2024. She started a new job yesterday. شايف عندنا last summer و 2024 و yesterday أوقات محددة صح؟ عشان كده بنستخدم ايه؟ الماضي البسيط I went, we bought, she started. خلاص كده الموضوع بسيط خالص. وعلى فكرة أنا بعمل تطبيق هيخليك تتكلم إنجليزي أحسن في أسبوعين بس. أيوة ادخل على captainenglish.com وعارف التفاصيل، هيكون جامد جدا إن شاء الله. تمام، دلوقتي بقى نروح للمضارع التام I have gone, she has eaten, we have studied. وشكله صعب قوي. لا أنا بهزر معاك، ما فيش صعوبة ولا حاجة. كل اللي محتاج تفتكره حاجة واحدة بس. المضارع التام بتتكلم عن خبراتك وتجاربك. زي ما تكون في انترفيو وبتقول أنا عملت إيه؟ I have been to Egypt. I have worked in a restaurant. I have eaten فسيخ. وهنا بنهتم امتى الحاجات دي حصلت؟ لا 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 لا. مع المضارع التام كل اللي يهمنها هو التجربة نفسها، ما بيفرقش كان امبارح ولا السنة اللي فاتت ولا ايام الديناصورات. المهم انها حصلت ولا لا بس. وده يا صاحبي الفرق الكبير. فافتكر دايما لو بتتكلم عن وقت محدد في الماضي استخدم الماضي البسيط I ate. لو بتتكلم عن خبرتك بشكل عام استخدم المضارع التام I have eaten. تمام كده؟ مظبوط. اشوفكم قريب وسلام.